يعني الفلوس هتزيد مثلا شيخنا؟ اي ورب الكعبة تزيد؟ اي ورب الكعبة. يقولوا نتصدق ما بتزيد الأموال. لا، هذا غير صحيح. ليس بالضرورة أن تزيد الأموال، بمعنى أنك لو وضعت 100 دولار أو 100 درهم تحت وسادتك ستستيقظ في الصباح لترى 100 درهم تحولت إلى 200. لا، لكن سيبارك الله عز وجل لك في هذه الدراهم، سيباركها. كيف يباركها؟ بدل أن تنفق هذه الدراهم على مرض وعلى ألم تحتاج فيه إلى مئات أخر، بل إلى آلاف أخرى، سيصرف الله عنك عز وجل من الألم والمرض والهم والاكتئاب والغم والأذى والسوء ما تحتاج إلى أضعاف مضاعفة لهذا المال لإزالته. الناس لا تنظر إلى البركة من هذا المنظار. هذا هو المقصود بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنت قلت الزيادة والنماء. الزيادة والنماء، إذا تصدقت أو إذا أخرجت أو إذا اتقيت الله عز وجل هنالك زيادة تحدث في أموالي، وستحدث في هذا الجانب بهذا الفهم زيادة حقيقية على المال. عجيب. نعم، بنص القرآن. قل لي دليل. قال الله جل وعلا: نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فيضاعفه له ضعفا، أضعافا مضاعفة، أضعافا كثيرة. كثير. نعم، شوف، انظر إلى تعبير القرآن. أضعافا كثيرة. هذا حكم ربنا سبحانه وتعالى. نعم. يعني الفلوس هتزيد مثلا شيخنا؟ اي ورب الكعبة. تزيد؟ اي ورب الكعبة. يقولوا نتصدق ما بتزيد الأموال. لا، هذا غير صحيح. ليس بالضرورة أن تزيد الأموال، بمعنى أنك لو وضعت 100 دولار أو 100 درهم تحت وسادتك ستستيقظ في الصباح لترى 100 درهم تحولت إلى 200. لا، لكن سيبارك الله عز وجل لك في هذه الدراهم، سيباركها. كيف يباركها؟ بدل أن تنفق هذه الدراهم على مرض وعلى ألم تحتاج فيه إلى مئات أخر، بل إلى آلاف أخرى، سيصرف الله عنك عز وجل من الألم والمرض والهم والاكتئاب والغم والأذى والسوء ما تحتاج إلى أضعاف مضاعفة لهذا المال لإزالته. الناس لا تنظر إلى البركة من هذا المنظار. هذا هو المقصود بالبركة. قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أنت قلت الزيادة والنماء. الزيادة والنماء، إذا تصدقت أو إذا أخرجت أو إذا اتقيت الله عز وجل هنالك زيادة تحدث في أموالي مثلا؟ وستحدث في هذا الجانب بهذا الفهم زيادة حقيقية على المال. عجيب. نعم، بنص القرآن. قل لي دليل. قال الله جل وعلا: نعم، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. فيضاعفه له ضعفا، أضعافا مضاعفة، أضعافا كثيرة. كثير. نعم، شوف، انظر إلى تعبير القرآن. أضعافا كثيرة. هذا حكم ربنا سبحانه وتعالى.